آخر قرارات وزارة التربية والتعليم لجميع مراحل الدراسة للصف الأول والثاني والثالث الثانوي وجميع مراحل الدراسة. الآن أصدرت وزارة التربية والتعليم آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنهجها وزارة التربية والتعليم. ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب يحدد على النحو الذي يرد تفصيله. أولا، تعد إدارة المدرسة جدولا بحصص المجموعات كما نص في القرار، وأن إدارة المدرسة جدولا بالمجموعات بحيث تبدأ أول يوم دراسي من غير مواعيد الدراسة النظامية. كما نص أيضا على تحديد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك ألا تقل الفترة بين الإعلان وبداية المجموعات عن أسبوع واحد. وأشارت أيضا أن تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد. وأيضا يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخر، وأن يكون عدد الطلاب 25 طالبا في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة على أن يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب في أي مجموعة دراسية 25 طالبا في المجموعة الواحدة. وتضمن أيضا تخفيض قيمة الاشتراك بنسبة 50% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكرم أخلاق كبير جدا لو دعمتنا بلايك واشتراك. في رعاية الله وأمنه، سلام الله.